ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى هنعمل وصفة كل الاطفال والكبار بيحبوها. سلمي عليهم. نروح نعمل ايه؟ افتن على طول يعني ولا لا، قولي لهم ازيكم، عاملين ايه، اخباركم؟ ايوه، ازيكم، عاملين ايه، اخباركم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل النهارده بقى وصفه ايه؟ بسكوت النشادر. بسكوت النشادر، طريقة سهلة جدا والمقادير كلها تكون عندنا ان شاء الله. هنا معانا كوباية ونص سكر مطحون. اهم حاجه يكون السكر كوباية مطحون في ونص البسكوت. من السكر المطحون. ليه بقى بيبقى مطحون؟ عشان ما يخرصش في العجين، عشان ما يخرصش، وكمان ما تحسوش كده وانتوا بتاكلوا البسكوت عليهم كوبايه وربع سمنه. كوباية وربع من السمنة، وتكون السمنة ساقعه ما تكونش سايحه. نعير بقى كده اهو، كده كوباية ربع يعني معلقه، معلقة كبيرة اللي هي هتبقى الربع كوبايه اهو. كده احنا معانا كوباية ونص من السكر البودر وكوبايه وربع عليهم سمنة. كوباية وربع من السمنة، وهنضرب كل ده اهو. قوام السمنة والسكر بقى كريمي معايا زي ما قلت لكم. هنجيب بقى ايه؟ هنجيب عدد 4 من البيض، بس هننزلهم واحدة واحدة، مش كلهم ورا بعض. يعني واحدة واضرب تختفي معايا، وواحدة واضرب وتختفي معايا. وهضيف عليهم باكت من الفانيليا. انا حبيت اضيف فانيليا بالبرتقال. اللي عايز فانيليا عادي، واحدة كده. نكهة البرتقال في البسكوت النشادر بتبقى كويسة يعني. وهضيف رشة صغيرة عشان اخليها على الاربعة اللي معايا اهو. واخدين بالكم انا بعمل ايه؟ وهقلب وهضرب كده لحد ما يتجانس معايا البيض مع السكر والسمنة. اهو جايبة ضيفات التانية بيضة دي فيها سمنة. جايبة ضيفة التانية. لما تدهني بقى بيها الصاجات. دي البيضة التانية. وزي ما قلت لكم مع كل واحدة هضيف، مش موافقة، مع كل واحدة هضيف من الفانيليا. واللي ما عندهاش فانيليا برتقال ممكن تحط حبة تانك برتقال، صح؟ تانك برتقال هيدي طعم حلو برضه. دلوقتي بقى هنا انا معايا ربع كوباية من اللبن الدافي. هنضيف حوالي معلقة كبيرة كده من النشادر اهي. هنضيف كده النشادر، ونضيف كمان كده المعلقة اللي معايا دي صغيرة. خلاص كده تمام. انا بقى كده ضفت معلقة بقى كبيرة. هدوب بقى كل ده كويس مع بعض. هدوب النشادر في اللبن اهو كده. يبقى احنا كنا حاطين اول حاجة كوباية ونص سكر، بودر كوباية وربع سمنة ساقعة، 4 بيضات، فانيليا برتقال للي حابب يحط فانيليا برتقال، واللي مش عايز يبقى فانيليا عادية. ودلوقتي ربع كوباية لبن دافي مع معلقة نشادر، معلقة كبيرة نشادر. هنعمل ايه بقى؟ تدوبيه كويس. دوبتها كويس. هنجيب كده، هنشغل المضرب وننزل حبة حبة، مش حبة حبة يعني، وانا بضرب كده سرسوب كده كده. وعلى المقدار ده كله بقى هنزل بكيلو دقيق، كيلو دقيق ابيض، عليها معلقه كبيره بيكنج باودر. انا على الكميه دي هحتاج زي ما قلت لكم كيلو من الدقيق. هنا معايا المعيار ده نص كيلو، هضيفه كده مره واحده وهقلب. وانا قلت لكم هحتاج معلقه كبيره من البيكنج باودر. هاخد على النص الاولاني ده نص كوبايه من نص معلقه من البيكنج باودر، نص كده اضيفها وهقلب كده كويس مع بعض. ممكن تديني رشه ملح، وهضيف رشه ملح، طبعا دي سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. كده ملح اهو، وهكذا. طبعا يا جماعه احنا عارفين ان عجينه البسكوت ما بتحتاجش عجن معايا خالص، يا دوبك تلم وخلاص كده. شايفين؟ يبقى احنا احتاجنا ايه بقى للبسكوت ده؟ كوبايه ونص من السكر البودر، كوبايه وربع من السمنه الساقعه، 4 بيضات فانيليا. احنا طبعا ضفنا فانيليا برتقال، كوبايه لبن، عليهم معلقه كبيره من النشادر، كيلو من الدقيق، وفانيليا على البيت. طبعا طالما بيض يبقى في فانيليا. طبعا احنا بنلم مش بنعجن. هضيف كده المقدار التاني، وهسيب حوالي ربع كوبايه لان ممكن ما تحتاجهاش كلها.
هخلص بقى كل ده وارجع لكم تاني على طول. شوف هنشكلها ازاي من غير ملح. هسيبها هوريكم بس العجينه هتكون شكلها ازاي واقول لكم هنكمل ازاي في الاخر. دلوقتي خلاص انا لميت معايا عجينه البسكوت، شايفين كلها لمت كده بالشكل ده. هنسيبها بقى ترتاح شويه. بصوا تعرفوا ازاي ان هي معاكم كويسه. بصوا شايفين بتشكل معاكم على طول اهو. بصوا طبعا لما هتسيبوها هترتاح هتبقى سهله معاكم في التشكيل. شايفين طبعا قولوا هي ما خدتش الكيلو كله، لا ناقص ما ايه؟ خدتش الكيلو كله، فضل اتبقى حوالي معلقتين. معلقتين كده 3 كبار اهو. شايفين ده اللي اتبقى اهو. هسيبها بقى ترتاح معايا حوالي ربع ساعه ونرجع نشكلها مع بعض. شايفين اهي. تعالوا اقول لكم ازاي هنشكل البسكوت من غير مكنه. دلوقتي احنا طبعا زي ما قلت لكم البسكوت معانا ارتاح حوالي ربع ساعه كده. هنجيب العجينه بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اهي. بصوا مش بتلزق خالص اهي. واهم حاجه طبعا كلنا عارفين ان عجينه البسكوت ما يعني مش بنعجن العجينه، احنا يا دوبك بس بنلمها. وهنجيب كده في كيس اهو زي ما انتم شايفين. وهنعمل ايه؟ هنعمل كده. بصوا كيس اهو. نجيب النشابه معانا ونفرد. طبعا النشابه بتفرق معانا جدا في ان هي تفرق معايا بسرعه. والكيس كمان ونفتح كده يعني نشد كده الكيس عشان ما يكونش ايه يعمل اشكال معايا ولا حاجه. شايفين اهو كده. هنقوم ماسكين بقى الكيس. نسمي الله كده المقص. نفتح من هنا بسم الله الرحمن الرحيم كده. شايفين ولا اسهل اهو. طبعا ايه مش في كل مره هنفضل ناخد كيس، لا هو الكيس ده هيفضل بقى معانا. هناخد العجينه التانيه ونقفل كده ونفرد العجينه. شايفين هنعمل بقى ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب شوكه كده مكنه بسكوت دي ولا مش مكنه بسكوت مثلا. نقطع. نجيب سكينه نقطع البسكوت. اهو الطول ده كده كويس اهو اهو. نعمل كده بقى. شايفين ولا اسهل اهو. شايفين بقى اهو البسكوت معايا بعد ما حطيته في الصاج كده زي ما انتم ما شايفين. طبعا بنكونوا مولعين الفرن على درجه حراره 180 وانتي شغاله كده بتشكلي تخلصي صقصج وتحطيه في الفرن. هنا بقى انا هحطه على الرف الاوسط على درجه حراره 180 يعني 10 دقايق كده وبعد كده اخرجه على طول. طبعا ما تستنيهوش ان هو ينشف معاكي في الفرن. انت هتطلعيه طري وهو هينشف بره. لا هنضيفه بقى هنحطه بقى في الفرن. ايوه في الفرن. شاطر برافو عليك. ونرجع نوريكم على طول. يا جماعه خرجناه من الفرن. طبعا انا لسه بكمل بس ايه مش مستنيين يعني عايزين ايه قلت اوريكم على طول. شايفين بصوا شايفين ما شاء الله مقرمش ازاي. شايفين بسم الله ما شاء الله حلو جدا. جربوه بقى بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها ان شاء الله يعجبكم. يعني هو بسم الله ما شاء الله بس ما فيهوش ولا غلط. جربوه كده مع كوبايه شاي واستمتعوا باحلى بسكوت شاي بسكوت النشادر. يلا اشوفكم في رعايه الله. اشوفكم في فيديو جديد.